لأن كان يعني سيادة السفير قالهن سريعا. ممكن نعيد على حضراتكم مرة تانية هذا البيان. أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل فور عودته من فرنسا عصر اليوم أن الدول العربية مستعدة لتعويض المساعدات التي تهدد الدول الغربية بقطعها عن مصر. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه نقلت قوله إن من أعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها فإن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر، في إشارة إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بذلك. وعبر وزير الخارجية السعودي عن الأسف الشديد لأن الموقف الدولي تجاه الأحداث الجارية في مصر يتعارض مع مواقفه تجاه الأحداث في سوريا، فإن الحرص على حقوق الإنسان وحرمة الدم أو حرمة دمه والمذابح التي تجرى كل يوم في سوريا والتي دمرت بالكامل نقدر نقول يعني كل شيء دون أن نسمع همسة واحدة من المجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الإنسان حسب ما تقضي به مصالحه وأهواءه. وحذر الفيصل من أن هذه المواقف إذا استمرت لن ننساها ولن ينساها العالم العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن تبريرات وهي لا يمكن أن يقبلها عقل، ولن نأخذ من يتجاهل هذه الحقائق وينساق وراء الدعايات والأكاذيب الواهية أو الادعاءات عذرا والأكاذيب الواهية بأنه حسن نية أو جهالة، وإنما مواقف عدائية ضد مصالح الأمتين العربية والإسلامية واستقرار الأمتين. وقال يعني لتعلم كل الدول التي تتخذ هذه المواقف السلبية تجاه مصر بأن السعي والخراب لن يقتصر على مصر وحدها، بل سينعكس على كل من ساهم أو وقف مع ما ينالها من مشاكل واضطرابات تجرى على أرضها. وتابع وقال إن مصيرنا واحد وهدفنا واحد، فكما أيضا تنعمون بالأمن والهدوء والاستقرار فلا تستكثرون علينا ذلك. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد الجمعة دعم بلاده للسلطات المصرية في معركتها ضد الإرهاب، في إشارة إلى الإخوان المسلمين. وطبعا الحكومة المصرية أعلنت أنها أيضا تواجه مخطط إرهابي من تنظيم الإخوان. وياريت حضراتكم تعذروني في قراءة البيان لأن الحقيقة الخط اللي موجود قدامي غير واضح تماما. تعقيب أخير من حضرتك أستاذ مصطفى. الحقيقة يعني مجددا الحقيقة الواحد لا يرى